انا كنت فاكر الاسانسير حاجه عاديه يعني ما فيهوش اي مشكله يعني، بس اكتشفت فيه 3 حاجات عايز اقول لكم عليها. اول حاجه المرايه، انا كنت فاكر المرايه دي حاطينها لنا احنا يعني عشان نبص عليها ونسرح شعرنا واللي بتعدل الطرحه والكلام ده كله. طلع اصل المرايه ان هي بيحطوها عشان خاطر يدوك احساس ان المكان واسع شويه، ما يحسسكش ان انت نفسك خلاص. في ناس بتحس ان هي عندها فوبيا الاماكن المغلقه، اللي هو ممكن بعد فتره يحس ان نفسه ضاق والكلام ده كله. فالمرايه موجوده عشان خاطر بس اساسها تحسسك ان المكان واسع وما يحصلكش اي حاجه. المزيكا نفس الموضوع النفسي بتاع المرايه. المزيكا لما بتشتغل انت دماغك بتتشغل بيها، فما تفكرش كتير في حوار انت طالع 20 دور نازل 20 دور وانت حاسس ان انت ممكن في اي لحظه يحصل لك اي حاجه. لا، المزيكا بتساعد ان انت ما تفكرش في الموضوع ده خالص. اخر حاجه وهي اللي انا ضيعت فيها تقريبا نص عمري، وهو الزرار اللي بدوس عليه عشان يقفل باب الاسانسير. هم حاطينه ولا ليه اي لازمه، مهما دوست عليه هو مش هيقفل الباب غير لما يعدي عدد ثواني معينه او وقت معين، ساعتها الباب هيقفل لوحده، او لما انت تدوس هيقفل الباب. فكده هو بيديك احساس بالفول كنترول، بس هو طلع مش كده يا جماعه. وعشان كده لما تخش اسانسير عايزك تبص على المرايه وتسمع المزيكا وتدوس مهما تدوس على الزرار، بس خليك عارف ان الباب عمره ما هيقفل وان انت مش متحكم في اي حاجه في حياتك.